ليبزيغ كولن، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، فيردر بريمن، شالكا، واليوم فريق VfL فولفسبورغ. ولو ممكن اعتبار الرقم 13 اذا حسبنا مواجهه 81 ضد فريق المانيا الشرقيه كارل زيس ينا. ترجع الكره الVfL، مراوغه ممتازه وتبديل اتجاه اللعبه، ديفياسيون حلوه والكنترول احلى ويمشي الممتاز دراكسلير على دانيلو، يبعد عليه يوسع كوره، فرصه كبيره ويكتب ضربه جزاء والحكم يؤشر لضربه الجزاء. دانيلو يغلب كازيميرو هنا، بينالتي للVfL في 16 دقيقة لعب من الشوط الأول. دراكسلر بسرعته يغلب دانيلو ويتباطأ ويخطئ كازيميرو، وضربة جزاء موجودة في قرار الإيطالي جانلوكا روكي. هذا هو سلاحهم، هذا هو سلاحهم المرتدات، هذا هو السلاح الكونتر اتاك. الريال طالب بضربة لم تصفر له لجارث بيل، وهنا فرصة لديتر هيكينج أنه يفتح التسجيل ويتقدم على الميرينجي في مباراة مثيرة وفي بداية كبيرة هنا في دوري الأبطال في استاد الفولكس فاجن أرينا. الكرة الأولى عن طريق رودريغيز أم نافاس، كرة أعصاب وركلة جزاء من 11 متر، هو نافاس يحاول يلعب على أعصاب السويسري والحكم ينبه على كيلور. تمشي الكرة رودريغيز، أول فرصة حقيقية للهدف، راس كرة في بينالتي، يمشي 99% ضربات الجزاء تتسجل كي تتشاط مليح، يمشي رودريغيز يحطها مليح وصح. 1-0 الVfL، 1-0 انطلاقة كبيرة في مباراة الريال، ولكن الأقدام تعطي التفوق للألمان وكأنها عقدة ألماني للميرينجي. الريال بقدره وخبرته وتجاربه من 56 في الكؤوس الأوروبية لم ينتصر في أراضي الألمان للمرة الأولى على اللي عمل فيه في بداية الألفية. يمشي حسابه على اليمين، كيلور تصورها في اليسار ما يلقاهاش، يلقاها في الأخير بالشباك، والنتيجة 1-0 بلغة التور للVfL فولفسبورغ وفرحة الأنصار والمشجعين. إذا هذه كرة التقدم وهذه كرة 1-0 لفريق الألمان هنا في ملعبهم في استاد الفولكس فاجن أرينا. مباراة تنطلق الآن للريال بأي ظروف، بظروف دائما التفوق الكروي والمعنوي عن طريق المرتدات يا سادة. هذه هي فرحة المعسكر الألماني بهذا الهدف الأول والهدف الافتتاحي. ترجع كرة وسط الميدان، كرة الألمان عن طريق السريع دراكسلير والشورلي بإمكانهم هز الشباك، يمشي دراكسلير حط باس ولا بالأحلام، كرة الهدف الثاني والثاني عن طريق الشورلي. ماذا يحدث للميرينجي؟ الهدف الثاني عن طريق القناص شورلي. المباراة تاخذ منحى آخر، تاخذ بعد آخر، الريال يلعب ويكور والفريق VfL يكور به. الهدف الثاني للألماني عن طريق شورلي، 2-0 لفريق VfL فولفسبورغ. شوف دراكسلير، شوف هشاشة الدفاع، الضغط متأخر يعطيه تقريب 2 متر، وهنا الهدف الثاني. شوف الكرة، شوف طلب الكرة، يرجع ويحط كرة بعيد على راموس ويسجل الهدف الثاني نادي VfL فولفسبورغ. طبعا دائما تتاكد هذه المقوله والمعطيات، الملاعب الالمانيه الصعبه جدا على الميرينجي. ديتر هيكينج ينشط الفريق، يشجع الفريق، والنتيجه 2-0. الريال ينزل يلعب بتوازن ليس بهذا الاندفاع. الريال هبط من الدقيقه الاولى يحب يسجل، ممكن منعرج المباراه للامانه. اول دقيقه هدف رونالدو شفته صحيح في انتظار اراء الكباتن في الاسلوب